توا وصلت لبيست روميل وباش نمشي على آثار واحد من أساطير الحرب العالمية الثانية، إروين روميل. روميل كان جنرال ألماني معروف برشا في الحرب العالمية الثانية، خاطر كان يستعمل استراتيجيات سريعة وذكية ويفاجئ العدو، وهيك علاش سماوه ثعلب الصحراء. في 1941 هتلر بعثوا ليبيا باش يعاون الطلاين ضد الإنجليز، وهو اللي قاد الأفريكا كوربس، وحدة خاصة من الجيش الألماني. وبعد المعارك اضطر ينسحب ووصل لتونس في أواخر 1942. بالنسبة للبيس ما بناهاش روميل، هي طريقة قديمة الناس تقول اللي الرومان كانوا يستعملوها، أما وقت الحرب روميل استغلها باش يتنقل هو والجنود متاعو بعيد على عينين، والناس بعد الحرب ولات تسميها بيست روميل على خاطر هو اللي خلى الطريق هذه تدخل التاريخ. بسم الله، نرمى المواطنية صحيحة. واحد لازم يعرف كيفاش يمشي تو. نقف شوي، هذه أول مرة نمشي هكا في بيست كيما هكا. لاباس 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 لاباس، مزنيش نبانيكي، لا لازم نشد الفرامل الرير شوية نعاون بيه. بصراحة عجلي ما مش متاع بيس هكا، كل حجر يخوف بصراحة. شو محلاه بربي هالمنظر. ندخل هكا شوي. بالحق منطقة استراتيجية. الموتور سخنت شوي، ما راح الدور. هنعملو باوز صغيرة نبردو فيها الموتور، صوروا فيها شوية صدقوني تعبت، عملت قديش 300 متر وتعبت. هذا مكيس شوية. هذا نصور هما، هذا نصور من الحرب العالمية الثانية، نصوروه موجود، ما نصوروش صاروا ترميم زعما، منعرفش ما نصورش. نركز مع صوت المروحة خاطر حسها سخنت شوية الموتور. شوفوا بلايص أخرى باهية نعمل فيها بوز. ما نتصورش شكون مازال يجيها البيست فيها الطقس في الصيف. تو بدأت تسخن الحالة، والله هي أبرد من اللي توقعت. بيست هذه تسمى سهلة برشا، ترها جاني الحجر أصعب حاجة. بس كان نمشي غاديك على اليمين. يصلحك
معرفش كان فيها تراب ولا ايه. تفرج في موتار طاح في بلاصة فيها شوية تراب ويجب يكون غارق. هذه تسمى مغامرة، اني ندخل بلاصة كيما هكا وحدي. ان شاء الله تفعل على خير. ان شاء الله تفعل على خير. العائلة يستنوا فيا باش نمشيو نعايد واحد الوالد والوالدة، ماشي في بالهم انا خارج توا مندوز. نحس بسخانة طالعة من الموتور مرلوطة. سامحوني نلهث، ما راح اتنفس بسيف في الكاسك مع السخانة. حسب ما قريت فما 10 كيلومتر في البيست روميل، ظهر لي عملتش منها حتى كيلومتر. تفرج ومركز مع الطريق ومانيش قاعد اتفرج في المناظر الطبيعية. نقف نتفرج. محلاه الإحساس، إحساس تحس في روحك تحوس، تعمل في فواياج مغامرة، وعلى موتور الإحساس فولي فواديس، الإحساس يتضاعف 10 مرات. ظهر الكياس هذايا المعبد ما عادش باش نرجعو للحجر. هكذا نسيس روحي توا لازم نشوف أن هي أحسن. هاي ركز أمورك، شد الكليبر، تدخلش بعضك، نخرج ولا بيس. دفع كان إذا كان الطريق هذايا من عهد للحرب العالمية الثانية، خويا نقول لهم يعطيكم الصحة للمان أخويا. على الأقل عملتوا لنا طريق وسط الجبل. نوقفوا شوفوا شنو فما قدام. والله بارتي كبيرة برشا، بارتي كبيرة من طريق المعبد هذا. شوفوا في المناظر جميلة. نقص يا ولدي نقص، هذه هبطة باهية. ربي ماهيش تراب ولا حجر، هي زلقة فيها بفلقة. اما نصور الصعدة اللي جاي من توزر أصعب، كأسهل. هذا هو الغرام.
غرام انك غرام انك تحب تطلع على موتورك وتمشي توصل لبلايص ما عمرك وصلت لها من قبل. تتحدى روحك. ظهر لي البلاصة دي باش نقف فيها، نعمل فيها بوز، عجبتني. برشا ريح. أصوات غريبة بتاع حيوانات. مخضرين. ماشي هيش يا جد. يلا نواصلوا. ظاهرة مازالت طويلة ثنية خاطر بعيد النخل اللي كنشوف فيه. والموتور مسكينة ملحقتش تبرد. شوفوا جبل كيفاش قصوه على زوز. أبي 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 متوقعتهاش، ما خرجتلوش حسابه.
يا رب.